عرفتوا بعض ازاي؟ احنا اخوات. انا مش عايز اجاوب انا. كنت شغاله في فودافون كول سنتر. التيم ليدر بتاعتي راح نادى على مصطفى، قلت له روح حل مشكله زميلتك اللي هو انا. ايوه هو كان بيلمح لي الاول تمام، انا عمري ما لمحت على فكره، بس اسكت. هي اللي كانت بتلمح. كل حاجه مش متفق. لما كنت بتقعدي تساليني عن الجواز، انا مش هاخد الخطوه دي غير على 28. تقول لي ناوي تتجوز يعني ومش ناوي تشوف لك عروسه؟ وانتي لما كنت بتساليه السؤال ده كنت بتساليه عشان انتي كنت عايزاه؟ لا وانا طب إيه، انا وهو اصحاب بيست فريند قوي، كنت دايما اقعد انكشه ليه يعني مش هنشوف لك عروسه. اما احس اللي هو بيلمح كنت اعمل ايه، اكبت مشاعر كده، واحد طويل واسمراني وشعره اسود ودقنه سودا يا عكس الصفات اللي فيه عشان ما يبصليش. انا دايما كنت بقعد اقول لها كده، بقول لها انا عايز دايما البنت اللي هي تبقى مالهاش علاقه باي حد خالص، تعرف انا بس هي ما شاء الله اجتماعيه. فاهمه يعني، بتحب تتكلم وتحب مش عارف ايه، عايز واحده ما تخرجش وتيجي، دي ما شاء الله بتحب الخروج ورايحه جايه ومش عارف ايه، عايز. كنت قاصد ان انت تقول لها الكلام ده ليه؟ علشان ده فعلا اللي انا كنت عايزه. شكلها مشكله ايه اكتر حاجه شدتك فيها؟ هي ما يشدش. كده بينا بالموضوع. هوب نزلت معاه اول يوم نزلنا مع بعض فيه عشان يعلمني، عزمني على طبق ضحكت. فقمت كلمته، ما انا بنته. مره واحده لقيت مصطفى بيقول لي انا عايزه اتقدم، كنت وانا مستحمله مريت والمطعم كله اتلمع عليا. عملت ايه بقى؟ دخلت الحمام وفضلت قاعد شويه لحد ما استوعب الموقف. كده تفت الاكل في وشه وسكت. لا ولا كاني قلت لك اي حاجه، ورحت طالب الشيك وحسيت هي عملت ايه بقى؟ طلبت 7. ازعل وهو اسم الله عليه اعصابه تلاقي. امشي من غير ما